السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت عايزة أكلمكم عن قضية الطفل ياسين. أنا عارفة الموضوع دلوقتي بقى منتشر وترند، بس أتمنى إن هو مبقاش ترند يومين أو 3 ويختفي، لأن القضية ديت هتفضل مستمرة معانا مدى العمر. دلوقتي أنا واحدة نفسي أدخل ابني حضانة، ابني كبر وعايزة أدخله حضانة وعايزة أشوفه حاجة كويسة. أنا خايفة أنزله حضانة، يعني بعد اللي انا بشوفه واللي انا بسمعه والقصص الكتير قوي، انزل ازاي ابني؟ يعني لما انا بسمع إن بيحصل كده في المدارس اللي هي انترناشونال، المفروض اللي يبقى فيها امن وفيها كل حاجه، اودي ازاي؟ يعني انا جالي حرفيا فوبيا من الموضوع ده. لازم كل واحد يتكلم عن القضيه ديت، حتى لو عنده على الصفحه شخص واحد، كل واحد يوصل صوته عشان الناس ديت تنتهي. الناس دي مش ناس، ديت حصيلة المجتمع. يعني لما ابقى طفل، يعني لا حول لي ولا قوة لما يحصل له كده، وانت راجل كبير، انت مش راجل، انت خنزير. الحاجة الحلوة في الطفل ان انت تعمل فيها كده. انا مش فاهمة الست، المصيبة ان الست هي اللي بتخبي عليه. يعني انت دلوقتي المفروض ان انت ام، حتى لو انت مش ام ربنا جاعل فيكي ذرة الامومة والحنية. هو ربنا خلقك كده، خلقنا كلنا كده كستات. ازاي تخبي على البشاعة دي؟ تنضفي الواد يعني عشان اهله ما يعرفوش اللي انت بتعمليه ده انت غلبتي الشيطان. بجد الموضوع مش سهل. الامهات بالذات يحسوا بخطورة الموقف. انا زي ما بكلمكم كده، انا خايفة ان انا انزل ابني حضانة يحصل فيه لا قدر الله اي حاجة. حتى لو الحضانة دي سمعتها كويسة والدنيا تمام، انا خايفة. انا لما بقعد كده مع نفسي بالليل، لا اللي هو هعيط. طب انا هعمل ايه؟ افضل اخلي الواد جنبي ما يتعلمش اي حاجة ويفضل كده طالع ميح؟ ايه العمل؟ يعني لما الناس دي ما تتسجنش، او الناس دي يتقضي عليهم كلهم، هنعيش ازاي؟ دول ما سرقوش حاجه مثلا من حضانه او نيلوا حاجه في البلد. انتوا بتغتصبوا اطفال. فارجو ان انتوا تعلموا اطفالكم من الاول المناطق الحساسه محدش يمسكها خالص. هياخدوا وقت على ما يتعلموا ودماغهم زنخه وكل حاجه، بس لازم تعلموا اطفالكم. ولازم تعلموا اطفالكم وتحتووهم ان لو حد عمل حاجه تعالوا قولوا لنا واحنا مش هنعاقبكم. يعني انا بادئه كده مع ابني. المناطق الحساسه نو، ما ينفعش. نعم لسه هو مش فاهم مش مدرك بيضحك معرفش ايه، بس واحده مع واحده هنعلم عيالنا كده، وهنقضي على القرف والتسول اللي هم فيه ده. اتمنى يكون صوتي وصل، اتمنى ما بقاش ترند يومين وخلاص. اتمنى ان انتوا تفضلوا تتكلموا عليه على طول، عشان الاشكال الضاله دي لازم تنتهي من البلد.